السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله رايحه ندير معكم اللحم اللي ديجا درته لكم في الجروب تاعي وطلبتوا مني الوصفه. لو جاري دو فو يعني تاع العجل. درته على الطريقه المغربيه، يعني اللي صديقتي اللي عطات لي الوصفه، صديقتي المغربيه. درتو رافقتو بالكراتان تاع لوبيا خضراء اللي كنت درتها من قبل. الوصفه تاعها درتها بالدجاج، واليوم درتها بلا والو، يعني درتها غير بلا بيشاميل تاع الكركم. ورافقتها تاني بهاد البطاطا الصغيره اللي شرملتها في الفوق. وهنايا درت ديسير خفيف ظريف للسهره، يعني السهرة كانت قصيرة بزاف مع الكوفغ فو. لازم يعني جات عندي اختي لازم يولوا يعني لازم يولوا لدارهم قبل 22 اول حاجه البنات، الوصفه الاولى اللي درتها هي الطنجيه تاع المغربيه. يعني قلت لكم صديقتي عطاتني الوصفه سهله بزاف. حطيتها في الكوكوط البنات، حطيت قطع من لو جاري دو فو تاع العجل، قطع درت 5 قطع. وحطيت راس توم هكذا، غسلته مليح البنات، نحيت له شويه القشره تاعو من الفوق، يعني خليت غير السنينات تاعو وغسلته مليح ودرتو هكذايا في الوسط. وكما شفتوا درت نص كاس تاع زيت الزيتون، الكاس تاع لاتاي البنات، وحسب الكميه تاعكم تاع اللحم اللي درتوها. وزدت قطعت حبه تاع كما يقولوا لها الحامض مصير ولا القارص ليمون مصبر البنات. درت حبه نحيت لها كامل العظمه باش ما تجيناش المروريه تاعها. وهنايا ضفت مغرفه تاع القهوه تاع الكمون. هذا واش فيها الوصفه البنات. حتى الملح ما درتش لانه الليمون مالح، يعني ما زدتلوش كامل، ما مكيطاب، يعني يجي مليح مع الملح. وغلقت عليه لاكوكوت البنات. اون فوا يسخن تبدا تصفر لاكوكوت، نقص النار ونخليه يطيب بعقلو. يعني تاع اللحم تاع العجل ما يطولش في الطياب، تمتم يطيب. وبيان سور نطلع عليه يعني من داك نطلع عليه حتى يطيب. من بعد نكملوا تشوفوا كيفاش طاب البنات. هنايا كيما راكم تشوفوا غليت لوبيا خضراء تاعي عادي، كانت نقاتها لي اختي وغسلتها مليح ودرتها تغلى مع شويه ملح. هذا ما كان. وهنايا رايحه ندير بطاطا مشرمله في الفوق او في الفرن. قطعتها هكذايا البنات، غسلتها مليح وقطعتها هكذايا قطع. تقدروا ديروا هذه فخيت البنات شويه تكون خشينه على لي فخيت العاديه. انا هنايا قطعتها هكذا قطع. رايحه نرافقها البنات مع اللحم، تجي بزاف بنينه. هنا رايحه ندير لها هاد الاعشاب الايطاليه البنات، يعني هاديه فيها كلش لداخل، فيها الثوم، فيها الفلفل الكحل، فيها اعشاب واحده اخرى ايطاليه البنات، يعني اللي تحب نكتبه لكم واش فيها كامل، ما كاش مشكل. وهنايا درت اعشاب بروفونس. هنايا باش نكهو البطاطا. ورايحه نضيف لها شويه كمون هكذا، نص مغرفه تاع القهوه. ورايحه نضيف البابريكا اللي هو فلفل حمر حلو. وهنا البنات اختياري، اللي تحب ديرها حرة. هذا فلفل دريس، فلفل حمر حار. انا ما درتوش على ولادي، يعني ما درتش الحار.
وضفت الملح، وهنايا نزيد لها شويه زيت زيتون. هذا واش درت لها البنات، ونحركها نخلطها كامل، نخلطها مليح يعني حتى البطاطا كامل يعني تتشرمل مليح. سمحوا لي البنات، الفيديو راح يجي شويه طويل، مي ان شاء الله نحط لكم كل وصفه وحدها، يعني باش كي تحوسوا على الوصفه تلقاوها بسهوله. وهنا في الاخير البنات نحب دائما نزيد لها شويه لا شابلور باش تجي من الفوق شويه مقرمشه. يعني اللي تحب تخليها هكذاك تخليها عادي. انا هنا نحب نزيد لها لا شابلور ولا خبز يابس مرحي، راح تعطيها قرمشه من الفوق. هنا كملتها البنات كيما راهي، نغطيها بورق الزبده ثم ورق الالومنيوم، نغطيها مليح ونديرها في الفوق طيب. انا شعلت الفوق والتحت يعني الفوق والتحت البنات، ونخليها طيب. وفي الاخير نحيلها باش تتحمر وتاخذ اللون الذهبي من الفوق وتولي كروستيونت مقرمشه، ونطفي عليها. فوالا، ونحضر البنات لا بيشاميل اللي كنت قبل حضرتها معكم. بيشاميل تاع الكركم البنات اللي سقسوني عليها بزاف. كي درتها بالزيت البنات. لا بيشاميل تاع الكركم كنت سبق ليا ودرتها بالزيت، الزيت والفارينه تجي رائعه. واليوم درتها بالزبده، يعني درت كميه من الزبده مع كميه من الفارينه، ونخليهم حوالي دقيقه البنات وحنا نخلطوا باش طيب شويه هذيك الفارينه. من بعد نضيف لها الحليب ونبقى نخلط نحرك. ولا درتوها بالزيت البنات، يعني ديروا حوالي ربع كاس تاع الزيت مع ربع كاس تاع الفارينه. يعني ديجا صورت الفيديو تاع البيشاميل بالكركم بدون زبده، تلقاوها في القناه تاعي البنات. وهنايا البنات يعني كي سخن الحليب نبقاو دائما نحركو. وفي الاخير جوست قبل ما تبدا تعقد نضيف لها مكعبات تاع الجبن، ضفت لها شويه ملح وشويه كركم، ونكمل نخلط. انا هنا ما نخليهاش تعقد بزاف البنات، نخليها شويه جاريه باش لو غراتان تاعي يجيني خفيف ما يجينيش ناشف. فوالا البنات، يعني هنايا نحب نزيد لها اعشاب منسمه اختياري. وهنايا بعد ما طابت اللوبيا خضرة تاعي درتها في الماء بارد بلي كلاصون باش تحافظ على اللون الخضر تاعها. من بعد نصفيها ورايحه نقليها في المقله بشويه زبده. كما شفتوا البنات حطيت شويه زبده. البنات الكغاتان هذا ديجا درتو في القناه، صح درتو كطبق رئيسي جو بونس، درتو بالدجاج، مي هذا رايحه نرافقو مع الطبق الرئيسي، يعني ديجا دايره اللحم. دونك يعني ما كان له نديروها بالدجاج ولا بلا فيونداشي، ولا درتها هكذايا سامبل، صوتيتها برك دوزنتها ودرتها بلا بيشاميل، درتها كغاتا. هنا البنات درت اعشاب ايطاليه او اعشاب بروفونس البنات، يعني اللي عندكم. هنا درت شويه فلفل كحل وزدت لها شويه توم بودره. اللي ما عندهاش توم بودره تقدر دير التوم العاديه سنينه ولا زوج، رايحه تكفي.
ورايحه نضيف لها معدنوس مقطع صغير. ونخليها تتقلى البنات. فوالا نخليها على نار قليله حتى تنكه مليح ب... يعني بليزانغريديون اللي درناهم في اللوبيا. هنايا خديت ديمول هكذايا فرديه، سبقت لها بشامل من التحت، ورايحه نحط اللوبيا بعد ما تقلت مليح وتنكهت مليح، رايحه نحطها فوق البيشاميل. هنا اللوبيا البنات تقدروا تزيدوا تقلوا لها حبه بصل، لكن انا اكتفيت بالثوم. تقدروا تزيدوها، وصدقوني تجي بزاف بنينه، حتى يعني ما حطيت فيها والو، ني لحم مرحي ني الدجاج، يعني جات بنينه بزاف. فوالا البنات، بعد ما نحط فيهم كامل اللوبيا، انا هنا بقى لي شرائح تاع الجبن بدا ينشف لي في الفريجيدير، يعني باش نليكيديه درتو هكذايا فوق الكغاتا. وفي الاخير حطيت البيشاميل البنات كيما راكم تشوفوا درتها خفيفه، راح تجي هايله. ولا حبيتو البنات الكغاتا يعني اللي درتو بلوبيا خضرا من قبل بالدجاج، تلقاوها في قناتي. فوالا في الاخر البنات زدت شويه برك فروماج غابي او جبن مبشور او مبروش للاحمرار برك، يعني ديجا دايره شرائح الجبن، دوك ما كترتش جبن مرحي هكذايا. ولمسه تاعي الاخيره، نحب دائما في لي غاتا نضيف بابريكا اللي هي فلفل احمر حلو، راح يعطيني لون ذهبي شباب. ورايحه نحطها في فرن، يعني في قبل ما نقدموها البنات نحطوها في فرن يتحمروا ونحوهم. والبطاطا تاعنا بعد ما طابت البنات نحيت لها البابي من فوق باش تتحمر. هنا تحمرت وراهي دايبه البنات، راهي طريه وبنينه، تجي رائعه البنات هاد البطاطا. واللحم راهو طاب كما راكم تشوفوا البنات، طلق كامل لو جو تاعو، حتى لو جو تاعو البنات تسقي به اللحم يجي بزاف بنين. يعني انا المره اللي فاتت نحيت اللحم هو الاول، نحيت عفوا لاصوص درتها، يعني نحيتها بجهه وخليت اللحم باش يتحمر مليح، حمرته. وهنايا يعني طاب يعني ما حمرتوش مي كومام راهو مليح البنات. يجي رائع البنات، الطنجيه المغربيه رائعه. بيان سور هما يطيبوها في هذيك القله تاع الطين، حنا كون ما كاش درناها في لاكوكوت، واللحم تاعها يطيب زبده البنات. فوالا انا هنا رايحه نتخلص من راس تاع الثوم اللي يعني نصو كامل داب مع لاصوص، ولاصوص البنات طابت بزاف حلوه حلوه بزاف.
نحي القشور هادوك اللي يبانوا، ولا صوص تجي يعني فيها قطع تاع اللحم. رايحين من بعد نسقوا بها الاطراف تاع اللحم تاعنا. هنا نقدم البطاطا في هذا الصحن، والغراتان البنات راهو تحمر، خرجته من الفوغ. جا هاي البنات ان شاء الله تجربوها الوصفة وتعجبكم. يعني درتهم المره اللي فاتت، حطيت الصور في الجروب تاعي، ما صورتش صراحه. يعني كيما نلقاش تفاعل بزاف في اليوتيوب، دي فوا نطيب وما نصورش. مي كي حطيت الصور في الجروب تاعي البنات طلبوا مني الوصفه، راني عاود طيبتهم وعاود صورتهم. يعني كي جات اختي. هذا الديسير البنات اللي درته في اخر لحظه، يعني ساهل بزاف. قطعت حبة بنان عادي، وكان عندي العنب مع المندرين. وهنايا هاد لي فيغين البنات درتهم بالياغورت تاع نواد كوكو، وزينتهم هكذايا بالجوز. وهادو ما درتهم بلا مونغ البنات، لي فيغين درت من الفوق لا مونغ، ودرت فوقهم الجوز هكذايا. وجو بزاف بنان، يعني توجديهم في دقيقة بلا تعب بلا والو، ويجو شابين وبنان. فوالا البنات، كانت هذه لا فيديو اللي صورتها لكم كامل. يعني صورت بالزربة، وكنتوا تعرفوا مع الكونفينمون لازم يتعشوا بكري باش يروحوا بكري. دونك السهرة كانت صغيرة وقصيرة. حطيت لاتاي مع الفاكهة، يعني كيف كيف. وهذه هي البنات، كانوا هادو الأطباق اللي شاركتها معكم. إن شاء الله يعجبوكم، ونتمنى يكون تفاعل البنات في القناة. وانا رايحة ان شاء الله فيديوهات بزاف رايحة نحطها لكم. نقول لكم البنات تهلاو في روحكم، واستنوني فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.